تم افتتاح المتحف في 15 من نوفمبر لسنة 1902. صممه المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورينغنون بعد فوزه في مسابقة دولية عام 1895. يقع في قلب القاهرة شمال ميدان التحرير. المجموعات والقطع الأثرية. يحتوي المتحف على أكثر من 180 ألف قطعة أثرية. المعروضات تغطي فترات زمنية واسعة من تاريخ مصر القديم، من عصور ما قبل الأسرة إلى العصور اليونانية والرومانية. من أبرز القطع مقبرة يويا وتويا، المومياءات، التماثيل الضخمة لملوك الفراعنة، الوثائق الورقية، برديات وغيرها. أهمية المتحف. المتحف هو واحد من أقدم المتاحف الأثرية في الشرق الأوسط. يعد من أهم المعالم التاريخية في القاهرة، ويحتضن مجموعة لا مثيل لها من الآثار الفرعونية. تصميمه الكلاسيكي يعكس طابعاً معمارياً أوروبياً نبوت كلاسيكي، مع لمسات تراثية فرعونية في بعض القاعات. أقسام المتحف. المتحف مقسم إلى طوابق متعددة، ويعرض المعروضات بشكل تقريباً زمني من القديم إلى الأحدث. هناك قاعات مخصصة للحياة وما بعد الموت، مومياوات، تابوت، فن جنائزي، وقاعات لقطع الحياة اليومية، والتماثيل الضخمة، والنقوش.